اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة طريقتنا في وجبة سهلة كده وبسيطة، مكوناتها موجودة عندك في البيت. ممكن تعمليها على الفطار، تعمليها على الغدا، ممكن تعمليها على العشاء. وجبة سهلة وسريعة، وكمان وجبة اقتصادية. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله، حاجة كده من الآخر. تعالوا كده نشوف مقاديرها مع بعض. معايا بطاطساية واحدة مقطعاها مكعبات زي ما انتوا شايفين، ومعايا لانشون مقطعاه برضو مكعبات زي البطاطس كده. انت ممكن تضاعفي الكمية وممكن تقللي براحتك انت. معايا هنا فلفل حامي على بارد، ومعايا هنا طماطم متقطعة مكعبات. معايا جبنة موتزاريلا، وكمان الجبنة دي ممكن تضيفيها وممكن لا، براحتك انت. معايا توم، ده توم متفرز كده في كيسة. تعالوا كده على النار نشوف هنعمل ايه مع بعض. حتى الطاسة على النار هنا فيها شوية من الزيت. هنزل بالثوم كده زي ما انتوا شايفين، هنديله لحد لما لونه يصفر معانا، ياخد اللون الدهبي وريحته كمان تطلع. هنقلبه كده زي ما انت شايفة. هنزل بالبطاطس، هقلب البطاطس مع الثوم كده لحد ما تاخد من طعم الثوم، ياخدوا من بعض زي ما انت شايفة. بجد ريحة الثوم مع البطاطس ريحتها تحفة. بعد ما قلبنا البطاطس كده مع الثوم، البطاطس خدت كده صدمة معايا، هنزل بالفلفل. هقلبهم كده كويس مع بعض. هنسيبهم كده على نار هادية وننزل بالتوابل. معايا كده معلقتين كده من الكمون، نص معلقة كده من الكزبرة، هنضيف عليهم كمان شوية من الفلفل الأسود، وهقلبهم كده مع بعضهم. مش قادرة أقولك ريحة التوم مع البطاطس مع الفلفل مع التوابل، ريحتها جميلة قوي، قلب الدنيا هنا. هنديهم كده تشويحة كده مع بعض. بعد ما تشوحوا كده هنزل بالملح، والملح طبعا على حسب الرغبة، على حسب ما انت بتحبي الحاجة بتظبط الملح بتاعك. بعد ما قلبتهم كويس هنزل بالطماطم، وهقلبهم كده كويس مع بعض. أسرع وأسهل أكلة ممكن تعمليها. هنغطي عليهم كده ونسيبهم على نار هادية لحد ما البطاطس تستوي معايا.
البطاطس كده دخلت على سوا زي ما انتوا شايفين. شايفين بسم الله ما شاء الله. هنزل باللانشون زي ما قلت لك، انا مقطعه اللانشون مكعبات زيه زي البطاطس. هتديله تقليبه كده مع بعض. شايفين الشكل والجمال بسم الله ما شاء الله. والله الطعم تحفه. الوجبه دي ممكن تعملي جنبها طبق مكرونه كده على السريع مع طبق مخلل، بجد وجبه حلوه قوي. وممكن كمان تتاكل بعيش. بعد ما حطينا اللانشون كده مع البطاطس هنزل بالجبنة. هو طبعا اللانشون مستوي وكل حاجة، بس هنسيبه كده ياخد من طعم الثوم والفلفل والبطاطس كده ياخدوا من طعم بعض. ننزل بالجبنة كده على الوش ونهدي النار خالص، ونغطيها ونسيبها بقى ايه تاخد مع بعضها. بعد ما سيبناها كده حوالي 10 دقايق على نار هادية، شايفين الشكل وشايفين الجمال بسم الله ما شاء الله. حاجة كده من الآخر، الجبنة ساحت وكمان اللانشون خد من طعم البطاطس، من طعم الفلفل، من طعم الثوم. بجد طعمها تحفة. ان شاء الله تجربيها وان شاء الله الطريقة تعجبك. بس لو عجبتك بقى الطريقة ما تنسيش تشتركي لي في القناة وتفعلي الجرس وتدوسي لايك علشان بإذن الله يوصلك كل فيديوهاتي. شايفين بسم الله ما شاء الله. كمان انا مش حاطة جبنة كتير، هو يا دوب كده شوية على الوش. انت ممكن تكتري تقللي براحتك انت، بس بجد طعمها تحفة. شايفين لون اللانشون مع البطاطس مع الفلفل، بجد حلوة قوي. ووجبة سهلة وسريعة، وبتحضريها كده وانت واقفة في المطبخ، ما بتاخدش معاكي اي وقت خالص.